شغال وانا عندي 7 سنين. معايا 11 عيل. بتبص للميه بتشبع. عندنا هنا البياض والبلطي خلي مزاجي رايق اكتر من النيل بجد. $25,000. هنتكلم عن مهنه من اقدم المهن اللي موجوده في مصر، مهنه المراكبي. طبعا زمان مراكبيه كانت بتشتغل بخبرتها مع انها تواجه الرياح جايه منين والميه. وهنتكلم بقى مع عم سيد هيبقى معانا. ازيك يا عم سيد؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ عم سيد عامل ايه؟ بص احنا جايين بقى نتكلم معاك كده. انا بلف بقالي شويه بس حضرتك ايه اكتر حد انا حبيت؟ الله يبارك. هو في ناس انت كتبت عليها كده لله في لله. طب زي احكي لنا بقى عن النيل عموما. يعني النيل رزق الغنم والفقير. حاجه ان انت مثلا تقضي وقتك في النيل او تشم شويه هواء نضاف في النيل. لان النيل اصلا هو يعني يعتبر كنز الحياه في مصر. طب عم سيد انت شغال بقى شغلانه المراكبي شغالها بقالك قد ايه؟ انا شغال وانا عندي 7 سنين. يا عمر. واخدها جدا عن اب. يعني انا جدي كان صياد ورجع ابويا كان صياد. فاتعلمت من ابويا. منين اصلا انت عم سيد؟ انا اصلا من الفيوم. احسن ناس. الله يبارك لك حاجه. احسن ناس. طب ايه احلى حاجه في شغلانتك؟ ايه الحاجه اللي انت حبيتها؟ ان انا جنب النيل على طول. ان انت جنب الميه. سواء راكب مركب نزهه او سواء مركب صيد. فانا مبسوط ان انا في النيل. عندك بقى عيال يا عم سيد؟ انا معايا 11 عيل. يا ربنا يعني يخليهم لك ويشوفهم احسن ناس. الكبير عنده كام سنه؟ عنده 42. والصغير؟ الصغير عنده حوالي 3 سنين. ربنا يخليهم لك يا رب. شغالين برضه؟ لا هم كلهم في مدارس، اللي بيدرس واللي طالع من المدرسه عشان بيشارك برضه على العيشه. حضرتك طبعا ربنا يخليهم لك. واكثرهم بنات يعني. طبعا البنات مش هتشتغل ولا تاكل عيش. طبعا يا رب تشوفهم الله يبارك كلهم احسن من بعض يا رب. طب عم سيد قول لي يعني وانت هنا كده بقى على النيل وكده تمام، مثلا لو فعلا زي ما الناس بتقول وناس كتير بتقول ان هي مخنوقه بتيجي تقعد على النيل تنسى همها وتفضفض مع النيل. طبعا الكلام ده فعلا حقيقي؟ لا طبعا ده حقيقي. ده حقيقي. بيجي لك مثلا لان اصل زحمه البلد يعني غير قاعده في النيل. ان في البلد مثلا تشوف ده بيتكلم وده بيتكلم وده بيتكلم. طبعا فوق النيل ما فيش كلام. في هوا، في راحه، في ترمي همومك كلها في النيل. بتبص للميه بتشبع. بجد والله. طب عم سيد انت ليك في الكوره؟ لا ما بحبش الكوره خالص. طب هقول لك حاجه. اتفضل. دلوقتي يا عم سيد مثلا جالك في مره حد اللي هو زبون مثلا خنقك، كنت نفسك الوقت اللي هو واخد فيه المركب يخلص عشان يمشي، يعني جات لك بتصادف حاجات؟ بتصادف حاجات او ايه الفرق مثلا بين الزبون دلوقتي وزبون زمان اللي كان بيجي لك زمان؟ زمان كان مثلا فلوس الدنيا رخيصه وكان يدفع اقل وكان العيشه كويسه. النهارده المؤاخذه لما تروح تجيب مثلا صفيحه بنزين ب 600 جنيه ما غير في زمان تجيبها ب 10 جنيه و11 جنيه. فهمت. يعني هو الزبون نفسه ما بقاش الزبون هيتحمل ايه ولا ايه ولا ايه؟ ما اصلا البنزين غالي برضه. صح عندك حق. فهي العيشه حلوه مش وحشه الحمد لله. الحمد لله يا رب. وستر ربنا احسن من كل شيء. ابنك الكبير متجوز؟ متجوز مع 4 عيال. يعني انت جد؟ ايوه يعني يا رب الله يبارك لك. عيالك احسن ناس في حبيب قلبي والله انا سعدت بوجودكم والله العظيم. ربنا يخليك يا عم سيد، ويعني ان شاء الله الله يبارك لك حلقه حلوه ان شاء الله. طب هسالك سؤال برضه يا عم سيد، هو النيل فيه سمك؟ فيه. طب ايه الفرق بين سمك النيل وسمك البحر؟ والله هو الفرق يعني مثلا ايه؟ اصل دي انواع. يعني ايه اللي طبعا احنا عندنا البياض والبلطي كويس مش وحش. القراير اللي هي الشيلان مش وحشه. سمك نظيف. تمام. بالك الملح بقى طبعا في طبعا دنيس وفي البوري وفي الجمبري وفي الاستاكوزا. فهو انواع وكل واحد طبعا بيحب ينوع. اصل انا مثلا انا مش بفهم بصراحه في انواع السمك. لا ما هو المالح في اللي هو الدنيس والبوري والاستاكوزا والجمبري كده عليهم على البحر في المالح. انما هنا تلاقي بياض بلطي قراير كده يعني. فهمت. يعني اغلب الانواع السمك اللي بتتاكل من على البحر. طبعا من النيل طبعا. من على البحر. الدنيس والبلطي كده مع البحر. لا ده من المالح. المالح. انما انا في بلطي وفي بياض برضه نضيف مش وحش. هو النيل اخره فين يا عم سيد؟ ده اخره اسكندريه اوله اسوان. هو النيل في اسكندريه ما فيش؟ احنا بالنا يعني بيخش على المالح بيبقى فيه عاجل يعني. واوله اسوان. اوله اسوان من قبله من بحري اخره اسكندريه. بس طبعا بتخش على فرع رشيد وفرع دمياط وانت متفرع وانت ماشي. بخش على فرع رشيد وفرع دمياط وفرع كده مفرع على طول. ايوه فهمت. طب بعيدا عن النيل انت كعم سيد ايه الحاجه اللي بتحبها اللي هي تخلي مزاجك رايق كده ومبسوط؟ انا ما حدش بيخلي مزاجي رايق اكتر من النيل بجد والله. انما اشتغلت بره اتخنقت. يعني انت اشتغلت حاجه؟ اشتغلت. زي ايه بقى؟
اشتغلت موظف نظافه، واشتغلت في القريه الذكيه، واشتغلت مش عارف فين، واشتغلت اشتغلت فين في القريه الذكيه؟ اشتغلت في القريه الذكيه في العمل الصناعي. اه اي شغل بره لما تكون متعود على البحر، بس احنا عاملين زي السمك، لما نطلع من الماء نموت. لا بعد فتشتغل اي شغلانه بعيد عن البحر مش هتطير. انما لو قعدت في البحر، لو قعدت 24 ساعه 48 ساعه مش هتمل. ايوه ما دي اللي بحبها. هو كل واحد وشغله. يعني انت لو قعدت هنا، هو بصراحه المناظر جميله يعني، لو تصور كده وراك وتصور هنا المناظر فعلا جميله قوي. فانت فعلا لو قعدت في البحر 48 ساعه ما خنقش ولا ملش. ايوه يعني دي مهنتي، وانا اتربيت عليها واتولدت ليتها. ايوه ما انت ما ده حاجه خليك طبعا انت قاعد. طب والشغل بقى اللي بيجي لكم زباينه في يعني الصيف ولا الشتاء؟ لا، هو بالنسبه للمراكب الصغيره دي في الصيف، انما في الشتاء بيبقى صعب ليها. الشتاء ممكن للبخر الكبيره اللي متغطيه، لكن انت تبقى الجو تلج. انما في الصيف هي المركب دي. ومركب بشراع. انما في الشتاء للمراكب الكبيره. ايوه فهمت. المراكب الكبيره مطاعم ومتغطيه. انما في الشتاء بتبقى صعب مفيش. يعني مثلا كل شهر بيطلع رحله. كل يوم جمعه، ما بيطلعش على طول. ايوه فاهم. انما في الصيف ممكن المغزى يعني رحله بعد رحله كده، رحله بعد رحله ممكن. يعني مثلا يعني الموسم بيبقى في الصيف. في الصيف. مش في الشتاء. ده بالنسبه للمراكب اللي هي مفتوحه. بتاعت الخليج، الاوقات الدنيا بتاعت ده جاي من الدول البرانيه. فهمت. لان انت اكتر شغل بيبقى على الخليج. بيجي لك خلايجه. برضه بيبقى رايهم في النيل بقى. هو طبعا هم لو كانوا بيحبوا النيل ما كانوش جوه. ايوه ما انا عارف. بيبقى برضه اللي هو نفس محادثه حريم بتتكلم مع بعضيها، تقول لها احنا صرفنا مش عارف كام ورقه دولار، يعني حوالي عن 25,000 دولار. الله اكبر. قالت لك اتفسحنا بيهم في بلاد ثانيه، ما شفناش المتعه زي النيل مصر. ولا زي مصر. ايوه ده بيجوا. انا سمعت المحادثه قدام والله. مصدقك والله. هو بصراحه يعني انا والله مبسوط قوي، يعني انا مبسوط قوي في القعده. طبعا مساعد انا مبسوط الله يبارك فيك. ويعني أنا والله مبسوط قوي ان انا قاعد معاك. والله انا مش عايز وقال لك صدفه خير من 1000 معاد. والله العظيم انا سعدت بيكم وحياه اللي خلق. ربنا يخليك يا عم سيد. والله احنا الناس الحلوه تتحب. ربنا يخليك. واحنا ان شاء الله هنجي لك كتير. تحت امرك. وبرده يعني اي حد عايز يقضي كده ساعه حلوه في يومه، والله العظيم يجي هنا النيل ويجي يا عم سيد. انت معاك في رقم تليفون؟ معايا. قولوا للكاميرا. يعني بص انا 012 2 6 8 11 7 5 6. ده رقم عم سيد. اي حد عايز يقعد ساعه حلوه ويشوف الراجل الجميل ده اتفضل في اي وقت. بس كده خلصنا مع عم سيد وهنكمل احنا. حبيبي تسلم لي حبيبي. تسلم لي حبيبي. تسلم لي. رمز الحب، رمز راحه البال، رمز السعاده عند المصريين كلهم. هنا على النيل هتلاقي اللي جاي يدور على رزقه وهو بيبيع الكورنيش، وهنا على النيل هتلاقي اللي قاعد مع حبيبته وبيحلموا ببكره، وهتلاقي جنبهم اللي قاعد مع مراته وبيفتكروا امبارح. هنا على النيل الناس بتيجي تفضفض مع النيل كانه صاحبك الوحيد اللي بتشكي له همك. وبرده هنا على النيل انت هتلاقي كل حاجه انت نفسك فيها. لو حبيت تتكلم مش هتلاقي افضل من النيل انك تتكلم معاه. النيل هو رمز لراحه البال، رمز الحب، رمز السلام، رمز لكل حاجه حلوه في حياتنا. وعشان كده النهارده حلقتنا كلها عن النيل، وهنتكلم عن النيل في حاجات كتير. طبعا يا جماعه من عظمه نهر النيل ربنا ذكره في القران اسم كلمه اليم، مش نهر النيل، ودي اتذكرت في سوره القصص وسوره طه.